السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب أنا هلا جاي من المدرسة والصراحة ميت جوع، صارت حالي يا ولد ليش ما بطبخ لك أكلة شاورما تكون طيبة كثير. فأول مرة لي رح أسوي شاورما تطلع طيبة ولا تطلع طيبة هذا كله أنا رح أقيمه. تابعوا الفيديو للأخير لأن في النهاية رح أقيم الأكلة من قد من 10، وأكيد لا تنسوا معنا بلايك واشتراك. يلا نبدأ. فأول شيء بحتاج لصدر فروج مثل هيك شيء، إذا كان مجمد بتحطه في النار ساعة كاملة. نشوف شلون صارت بعد ساعة. فأول شيء بزمي هي المقلي، فراح احط لها قطعة صغيرة من الدجاج، فأنا راح احط لها شوية ملح، فأنا راح ابهرها شوي من عندي واحط لها فملأت معلقة كبيرة بوشي، راح استعمل هي الصغيرة. فهي الشاورما راح اسويها انا على طريقتي، يعني ما على طريقة حدا ابدا. فان شاء الله تطلع طيبة واقيمها 10 من 10. فبالاخير كان لونها مثل هيك، يعني الصراحه ما بفرق لونها كثير عن الشاورما اللي بيبيعوها برا في السوق. فبالنهايه ما بي هلا غير انه اتفنن شوي من عندي خس، بندوره، كاتشب، مايونيز. يلا اتفنن ونرجع. طيب اول شيء بلزمني المايونيز. ثاني شيء بلزمني الكاتشب. فاجت اللحظه الحاسمه، فاتت اللحظه الحاسمه اللي نتذوق الشاورما اللي انا سويتها على ايدي. طبعا هي ما حدا سواها، يعني ما باليوتيوب ولا اي حدا. الصراحه يا شباب طعمتها ما بتفرق عن اللي بيبيعوها في السوق بكتير، فالصراحه طيبه يعني. شفتوا؟ مواصفاتها كتير سهلة، يعني بتقدر انت تسويها في البيت، بس يعني شوي بدها تعب بعد ما تخلص اكل، لأنه كتير رح يصير عندك جلي، ويعني اجى وقت نطيب الأكلة. الصراحة الأكلة من أول سندويشة رح تشبعك، ثاني شيء طبخها كتير سهل مثل ما شفتوا، ثالث شيء طعمتها كتير طيبة وما بتفرق كتير عن اللي بنشتريها من السوق، فلذلك أنا أعطيها من 10 9. اكتبوا لي في التعليقات طبخة أنا أسويها ومتأكد إنه رح يطلع اسمك في الفيديو. فبس هيك وصلنا لنهاية المقطع، إن شاء الله اللي جاي أحلى وأحلى بكتير. كان معكم مأمون من قناة طباخ مأمون. السلام عليكم.